السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله تتمنى نلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. المهم فيديو ديال اليوم تحليه غزاله وصحيه 100%، بلا سكر بلا بيض بلا حليب بلا فلان. يعني تحليه اللي هي صحيه وبدون حليب. الاهم من هذا الناس اللي ما كيشربوش الحليب يقدروا انهم ياكلوا حتى هما هاد التحليه. المكون الاساسي ديال هاد التحليه هو الشوفان اللي كنكونوا رقدناه في الماء واحد ليله كامله ولا 4 سوايع على حساب نتوما باش يجينا هكا رطب. وهنايا غادي نحتاجو الساشي ديال الفاني اللي غنسمو به، والتمر هو اللي غادي نحليو به، والبنان. والتمر هو اللي غادي نحليو به. بغيتو ديروا السكر ديروا السكر، لكم اختيار. وواحد البنانه حتى هي غتعطينا النسمه ديالها وغتطلق لينا حتى هي الحلاوه. وغادي نحتاجوا واحد 2 معالق كبار ديال مايزينا. بسم الله على بركه الله. غادي نجيبوا الميكسور اللي غادي نحطوا فيه هذا الشيء. غادي نديروا البنان والتمر كاع هاد المكونات غادي نديروهم هنا. درنا البنان ودرنا التمر ودرنا الشوفان. غادي نزيد داك الساشي ديال الفاني، الساشي ديال الفاني، ودوك 2 معالق ديال النشا. بسم الله. المعلقه الاولى والمعلقه الثانيه. يمكن لكم تنسموا بالزهر الا عندكم الماء الزهر، عويد القرفه، مهم المنسمات اللي بغيتو. غادي نزيد كل ربعه ديال الشوفان غادي نديروا ليها ايطرو ديال الماء. انا زدت دابا غير نص الكميه ديال الماء تنطحن، بعدا نطحنو مزيان وعاد نضيف الكميه المتبقيه ديال الماء. من بعد ما طحنا الخليط غادي نجيب طنجره اللي غادي نطيب فيها هذا الخليط. شوفوا الا بغيتو تصفيو يمكن لكم تصفيو، بحال دابا كان عندكم شي ضياف ولا شي حاجه يمكن لكم تصفيو باش ما يبقاش لكم غير هاد القشور ديال التمر وشي هكا ديك النخاله ديال الشوفان. وهو من الاحسن يعني خليوه، هادوك راهم الياف مزيانين وحنا محتاجين الالياف. يعني ما عندكم لاش تصفيو، غير الا بغيتو كيف ما قلت لكم هكايا زعما في المنظر ديالو وكان عندكم شي حد صفيوه. هادشي اللي غادي نقول لكم بلا ما نكثر عليكم الهضره. واللي هو صحي هو انكم تخليوه طحنوه مزيان وخليوه بالالياف ديالو. غادي نديروا هادشي فوق الطنجره كيف ما قلت لكم، كنديروا فوق النار مع التحريك المستمر. ضروري من التحريك المستمر باش ما يلصقش لينا في الطنجره. على عافيه متوسطه حتى كيغلي ويتقال. غادي يغلي وغادي يتقال لينا هذا الخليط. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي كيعقد مزيان، كيولي بحال سيريلاك. هاد الحبيبات اللي انا قلت لكم كيبانوا فيه الا بغيتو نتوما تصفيو. وكاين بعض هادو الطحانات الكهربائيه كيكونوا كيطحنوا مزيان، ما يبقاش يبان لكم حتى هاد الحبيبات هادو. صافي كنخليوه من بعد ما كيعقد هكا، كنخليوه واحد 2 دقائق وحنا كنحركو بحال اللي غادي يطيب لينا هذاك الشوفان مع هذوك لي زانغريديون الاخرين. وصافي وكنخويوه في القوالب اللي حنا بغينا نستعملو. هذا تحليه رائعه. الناس كيديروا حميه، سيرتو الناس اللي عندهم حساسيه ديال اللاكتوز اللي هي كتكون في الحليب. هاد التحليه راه جد رائعه. وهذاك الشوفان هو اللي كيلعب لينا داك الدور ديال الحليب، بحال الا كنصايبوا حليب الشوفان. يلا مريم بنتي تاهي باغا تحرك. صافي الوصفه ديالنا ها هي وجدات. غادي نطفيو النار وندوزو باش نوضعوه في القوالب اللي حنا بغينا. شد هذا المول هذا بغيتو ديروه فردين ولا هكا حجم كبير، كنديروا فيه هنايا يا اما الكراميل باش بحال اللي غيجينا كريم كراميل، يا اما نديروا فيه
العسل الا بغيتو تبقاو في الوصفه انها تبقى صحيه، عسل النحل الطبيعي هذا اللي كيكون اللون ديالو غامق. بسم الله، غادي نخوي الخليط ديالي. صافي من بعد ما خوينا الخليط بحال هكا بحال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، غادي نغطيوه هكا بسميتو بورق بلاستيكي، ورق الغذائي ورق بلاستيكي، ورق البلاستيك الغذائي، ما ديوش عيا صايمه سي نورمال. المهم غادي نخليوه يبرد وغادي ندخلوه للثلاجه حتى يبرد. الدسر خصو يكون بارد مزيان، ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم ديال الطبق. المهم البنات وصلنا لنهايه الفيديو. هذه هي التحليه ديالنا اللي وجدنا، كتجي خطيره ورائعه ولذيذه، وكيف ما قلت لكم مكونات اللي هي صحيه، يعني بالشوفان بالتمر بالبنان. ما كاينش الحليب بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه ديال اللاكتوز، كتجي على هذا الشكل هذا. جربوها وغادي تعجبكم، وصحيه والاطفال كيحبوها. تحليه اللي غزاله 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 بزاف، ما غاديش تندموا عليها. وكونوا اكيد الا تسحرتوا بهذه التحليه هذه في رمضان راه ما غاديش تحسوا بالجوع نهائيا. راكم عارفين الشوفان كيفاش كيغذي زعما الجسم ديالنا وكيخلينا نحسوا بالشبع. المهم زينته هنايا بالبنان بما انه فيه البنان، ودرت هنايا شويه الشوفان، لي كونفلاكس ديال الشوفان كيف ما كتشوفوا. جربوا الطريقه راه رائعه وصحيه، صحيه 100%. احسن من هذاك الفلون اللي حنا كناخذوه، اللي كيف كيقولوا هو ما شاد حتى راسو هو كدير ليه هكا وهو كيلعب كيفاش هو غادي يشد لك الجوع. بما هذا راه صحي 100% وغادي يشد لكم الجوع على ضمانتي، غير جربوه. قال الا نودعكم، وصلنا لنهايه الحلقه. مع السلامه، حلقه جايه ان شاء الله بوصفه جديده، ودائما كيف ما عودتكم بالوصفات الصحيه. كنحاول دائما ونقدم لكم وصفات صحيه اللي يستحقوا تجربه. ومع السلامه.